الفيديو ده ليك انت اللي الدنيا اسودت قدامك ومش عارف تعمل ايه. لما سيدنا موسى والفئة اللي امنت معاه عرفوا انه فرعون قرر انه يقتلهم، فما كانش قدامهم غير حل وحيد، وهو انهم يهربوا. ولكن للاسف الشديد فرعون كان على علم بخطة سيدنا موسى والفئة اللي معاه، فجهز نفسه فرعون وجهز الجنود واتبعهم. سيدنا موسى واللي معاه يجروا وفرعون يجري من خلفهم، هم يجروا وفرعون من وراهم، لحد ما اتفاجئ سيدنا موسى والناس اللي معاه بالبحر قدامهم. حبوا انهم يرجعوا، فلقوا فرعون والجنود بتوعه اصطفوا وراهم، يبقى قدامهم البحر ومن خلفهم فرعون. فالناس اللي مع سيدنا موسى قالوا ايه؟ قالوا يا موسى إنا لمدركون. ما هو يا إما ننزل البحر فنموت من الغرق، ويا إما نرجع لفرعون فيقتلنا ويقطعنا ويرمينا للسماء. ولو أي حد مننا في الوقت ده وقع في نفس المأزق ده كان هيحسبها نفس الحسبة اللي حسبوها اللي كانوا ورا سيدنا موسى. ولكن سيدنا موسى كان عنده أو كان ليه نظرة تانية مختلفة تماما، وقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى كان عارف حجم وقدرة الله، وكان عارف إن المأزق ده حتى وإن كان صعب، فهو لو صعب على أهل الدنيا هو مش صعب على ربنا سبحانه وتعالى. وقال لهم بكل يقين كلا إن معي ربي سيهدين. لكن صدقني سيدنا موسى ما كانش فاهم ربنا هينقذه ازاي، ما كانش عارف أي أداة استغاثة ربنا سبحانه وتعالى هينتشل سيدنا موسى والفئة اللي معاه. ولكن سيدنا موسى كان عارف قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سيدنا موسى كان عارف قدر الله الحقيقي، ولذلك قال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ففي الوقت أو في التو واللحظة ربنا قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيوة طبعا هو ده جزات أي إنسان يثق في الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا موسى كان متوكل على ربنا، وكان عارف إن الله الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن ولم يعي بخلقهن مش هيغلب إنه ينقذه من الموقف الصغير ده. ولذلك ربنا ما خيبش نظر سيدنا موسى ورجاء سيدنا موسى. وانت كذلك الأمر، الحمل أو الدين اللي عليك ربنا قادر يسدده، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك البلاء ويشيل عنك الكرب، بس انت خليك واثق في الله وخليك مؤمن بالله. لو قالوا لك مش هتوصل ومش هتنجح ومش هتبقى حاجة كبيرة، وقالوا لك ان الحلم وهم، قول لهم ان ربنا هو رب الحقيقة وهو رب المستحيل. اللي معاه رب وعنده إله زي إلهك صدقني يمشي على المية.